ليه ربنا بيخلينا نتعلق بحاجات هي مش مكتوبة لنا وبنتعذب قوي لما الحاجة دي تروح مننا؟ طب ليه يا رب خليتنا نتعلق بيها من البداية ادام هي مش لينا؟ يعني وليه العذاب ده؟ طيب، دايما معظمنا لما بيتعلق بحاجة بيبقى عايز يمتلكها. وهنا حكمة ربنا تيجي تقولك والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليه؟ لأن الحاجة اللي انت بتتعلق بيها قوي قوي دي انك تكمل فيها ده خطر عليك، خطر عليك جدا جدا انك تتكمل في حاجة قلبك متعلق بيها، لأن انت بعد كده هتشرك بربنا الحاجة اللي قلبك متعلق بيها دي. ده طبيعي جدا جدا، طبيعي جدا. اي حاجة بيبقى فيها شرك بالله، والشرك هنا مش معناه انك تروح تعبد اله غير الله، لا لا لا، قلبك يبقى متعلق بالحاجة دي اكتر من ربنا، ده اسمه الشرك. فربنا يبعدها عنك عشان الله يعلم ان الحاجة دي هتكون سبب هلاكك بسبب تعلقك الشديد قوي بيها دي، وان الحاجة دي ممكن تخسرك دنيتك واخرتك. فلذلك تلاقي ربنا جاي يقولك ايه؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا تتعلقوا بيه وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ده رقم واحد. رقم اتنين، احيانا ربنا يخليك تتعلق بالحاجة زي ما انت بتقول وياخدها منك علشان كاتب لك حاجة احسن منها. فانت لازم التجربة دي تخرج منك حاجات. احيانا كده التجارب بتخرج مننا حاجات احنا مش بنكون واخدين بالنا منها، فالتجربة دي هتخرج منك حاجات في شخصيتك تفيدك للتجربة اللي بعدها. فمش دايما الحاجة اللي انت بتتعلق بيها وبتوجعك بتبقى شر، لا لا لا، بالعكس، ده ممكن تبقى وراها خير انت ما انت شايفه، انت مش شايفه خالص. فدي حكمة ربنا بقى. فافهم حكمة ربنا واعرف ان الآية ربنا بيقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أنا أصلي ربنا، مش الحاجة اللي أنا متعلق بيها. أصول البشر كلها ربنا، خلقكم من نفس واحدة، الله نفخ فيه من روحه، من روح الله. فكلنا لله مش للحاجة اللي احنا بنتعلق بيها. فدي حكمة ربنا من حاجة احنا بنتعلق بيها ومش بتبقى مكتوبة لنا.